السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. احنا بإذن الله متوفر عندنا مقاسات القطر ايروفاين، مقاس 30 سم ومقاس 60 سم ومقاس 120 سم إن شاء الله. ومتوفرين الحمد لله كلهم بقطع غيارهم، يا ريت لو سمحت تجيبي لي قطع الغيار دي كلها، ساين ماستر المكتوب عليه ايروفاين، البوردة اللي عليها فانا اللي الناس بتتكلم عليها، لغاية الشاشة حتى اللي ما تستهلكش اللي احنا بنطلعها في بعض الأوقات مجاملة. كابل الكوم واليو اس بي موجود منه 180 سم الحمد لله، موفرينه لحضرتك 5 متر. متخيل حضرتك الكابل ده 5 متر؟ متخيل طوله قد ايه؟ يعني تقريبا ممكن تحط الجهاز في اوضه وتقعد حضرتك في اوضه لو مكتبك كبير يعني. طيب نتكلم بقى عن الماكينه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. المكنه ديت 36 سم ونص، طبعا بيبقى مكتوب عليها البي اتش بتاعها، تمام زي ما حضراتكم شايفين. زوم كاتنج بلوتر ده اللي هو الخاص بشركتنا. البي اتش، الفولت، الرام مش مكتوب طبعا 4 ام ولا مكتوب 4 كي ولا 4 جي زي ما شفنا، لا، ما بيتكتب رام كامل فوق السريع ده لما يكون هي رامها ده تمام يعني. طيب بالنسبه للرفاين، المنتج بيبقى مكتوب عليه اسمه، بيتعرف على الكمبيوتر رفاين، على الارت كات رفاين، على الساين ماستر رفاين. ما ينفعش يكون اسمه مكتوب عليه. طبعا احنا بنركز على موضوع الاسم لان هو اللي بيدخل من الجمارك او بيدخل من التعريفه الجمركيه بيبقى مكتوب عليه كده، زي مثلا فكره الكتالوج. الكتالوج الحمد لله باسمنا اهو برضك زي ما حضراتكم شايفين. لان احنا لاحظنا في الفتره الاخيره ان ناس بتبيع مثلا، على سبيل المثال انا بدي مثل لا اكثر، يقول لك عربيه مرسيدس بين قوسين بي ام. انا ما شفتش، دي كانت بالنسبه لي جديده. هي الفكره ان حضرتك تشتري اللي انت عايزه، ولكن اعرف المنتج عشان بعد سنه ما تقابلكش كارثه قطع الغيار. ما انت هتيجي تقول لي انا عايز كابل رفاين، اقول له حضرتك اتفضل، هتقول لي مش بيركب عندي، هترميه وهتجيب واحد تاني. بس اعرف انت اشتري اللي انت عايزه، بس اعرف انت بتشتري منتج ايه ومن مين. شوف سابقه الاعمال اللي في السوق، شوف سابقه الاعمال اللي في السوق، الشركه دي بقى لها كام سنه، خدمت كام عميل، هل فعلا متوفر فيها قطع الغيار بالكميات اللي قدام حضرتك دي، هل البعد موجوده، العربيه، السنان. الناس تقول لك مثلا البوضه عليها فانا، طب ما هي لازم يكون عليها فانا يا استاذ، ده شيء بديهي على فكره وطبيعي جدا. البوضه لازم يكون عليها فانا، ده شيء حضرتك مش محتاج تبذل له مجهود. من غير فانا دي هتولع. لازم يكون في فانا وفي حاجه زي الكريم تحت كده عشان خاطر تعمل عمليه التبريد، تمام. الناس تقول ده في هنا فانا، طب الفانا هنا هتعمل ايه يا فندم؟ دي قطعه بلاستيك هي بتروح وتيجي، انا المفروض ان انا اخففها يعني عشان خاطر دي اكتر حته بتتحرك في الجهاز عشان حتى ما تسخنش. الناس تقول لي ده انا جايب قطر رفاين 43 سم، يا فندم افتح الكتالوج، فين ال 43 سم؟ ما هو الكتالوج ده اللي منزله المصنع مش انا والله، المقاسات اللي في المصنع اهي، احنا بنشتغل في ثلاثه منهم، وفي ناس طبعا افاضل شغاله في افضل مننا. الستاند ب 2 وول، يعني 2 وول ستاند خلفي عشان خاطر يشيل الوول، مش حضرتك تحطه جواه. في اطقم بلاستيك بتيجي معاها، في غطا بيجي معاها، الحاجات دي كلها مهمه، كلها حاجات بسيطه ولكن لازم تكون موجوده لان ده حقك، حقك ان انت وانت بتشتري. المكنه الصغيره زي الكبيره يا جماعه، المصنع واحد والبراند زوم واحد، وهي ماكينه مكتوب عليها زوم، ان شاء الله تبقى مسؤوليتنا ان احنا ما نعطلش العميل بتاعها في اي دعم او في اي حاجه، تمام. طيب انا عندي السبيد بتاعي 800، في الكبير هو 800. طيب والفوس الضغطه 500، في الكبير هو 500. الموضوع منتهي. بالنسبه للدقه زي ما حضراتكم شايفين، احنا كنا بنقطع شغل موبايلات على الماكينه، كويس اهو. يعني مثلا شغل الموبايلات، انا مثلا فرغت ده من المقلوب اهو عشان اوضح فيه الامور، هفرغ لحضرتك ده يعني بالطريقه العكسيه يعني. طبعا احنا مصغرينه اصلا على الحجم الطبيعي لكفر الموبايل عشان نسبه دقه المكنه مثلا اهو، اهو، اهو. وانت محتاج دقه ايه اكبر من كده يعني اهو. على فكره انا بكلمك في خامه، شوف تخنيه اهي، شوف خامه تخنيه وشوف دايره قطرها قد ايه يعني. فانا بتكلم على منتج الحمد لله رب العالمين، يعني بذلنا مجهود عشان نقدر نوفر حاجه زي ديت، نقدر ننزل بيها ونقدر نقول دي موجوده، والحمد لله المنتج ده دلوقتي داخل على كام سنه عندنا الحمد لله. دي مش اول مره، بس احنا فضلنا نعمل فيديو جديد كده نشرح فيه الامكانيه او نشرح فيه شغلنا او نوصل للعميل فكرتنا او رؤيتنا يعني. انا شلتها حته واحده مع ان دي خامه تقيله، وكل اللي شغالين في مجال الكماليات والاستيكرز عارفين ان النيكل والذهبي خامه مزعجه جدا يعني في التفريغ. فالحمد لله يعني ده براند باسم شركتنا، ماكينه رفاين. الى حد ما كل قطع غيار من الالف للياء موجوده الحمد لله، ما فيش اي تقصير في حته قطع الغيار بالذات. في طبعا بقى فيها، لا، في ناس بتشتغل اوت كات حقه، في ناس بتشتغل من على الكول المباشر بدون ما تعمل اي وصلات زياده ولا اي حاجه زياده، حضرتك بتدخل تضيفها طبعا على الكول وتبعت سواء كوم او يو اس بي. وبعيد تاني، احنا وفرنا الكوم 5 متر ووفرنا اليو اس بي 5 متر، مش 180 زي اللي في السوق، ده متوفر عندنا لو حضرتك عايزه، حتى لو جايب مكنه من بره احنا تحت امرك.
بالنسبه للبرامج قلنا ممكن تعرفها من على اي كويل مباشر، ممكن تعرفها عن طريق الاوت كات، ممكن تعرفها عن طريق الساين ماستر، ممكن تعرفها عن طريق الاني كات. دي كلها برامج بتشغل الماكينه بالتعريف المطلوب. طب نيجي بقى للاسطوانه بتاع الماكينه. هتدخل هنا هتلاقي الكويل ده كويل محمول تحطه على موبايلك تفتحه من اي مكان، وفي كويل 12 في عند حضرتك ده بقى تعريفها اهو، زوم كات ريفاين، زوم كات سيريس سورس، بتنزل عندك زوم كات ريفاين. اوكي كده يا فندم. عندك الهلب دي المساعده، تمام الكلام، اللينكات بتاعت شغلك وتجيبها لو راحت منك ولا تشغل بالك. ادي عند حضرتك اليو اس بي درايف، تمام الكلام اهو، وادي فيديو لتعريفه كمان عشان حضرتك ما تبذلش مجهود. حلو. وادي عند حضرتك فيديو انستول. طبعا دي الاسطوانه اللي بتيجي من المصنع جوه الكرتونه مقفول، فيها فيديو بصوتي الحمد لله بيوضح لحضرتك الموضوع كله ماشي ازاي. وعند حضرتك ده ورك سبورت، بنحط لك الشعارات وشعل ورسومات وحاجات من هذا القبيل، وشرايط عربيات وحاجات زي كده، وشغل موبايلات، حاجات بندعمك بيها عشان تشتغل. تمام. وده تيست وده تيست عشان حضرتك يبقى اول ما المكنه تيجي تفتح الفايل ده من غير ما تصمم تعمل تيست بيه، تعمل تيست في اطول متر ونص و3 متر وتتفرج على شغل المكنه. فاحنا قلنا دي مكانتنا ودي امكانياتنا المتواضعه، ونتمنى نخدم حضراتكم، وباذن الله الاسعار هتبقى كويسه جدا، لان احنا عاملين خصم ان شاء الله على الثلاث مقاسات، خصم ممتاز. وكنا الفتره اللي فاتت الشحن كان عندنا مجاني، وباذن الله نوفره برضك الفتره الجايه على قد ما نقدر. بس هو الاكيد ان في خصم على الماكينات، مش عايز اقول مثلا خصم يكاد يكون وصل لحوالي 400 او 500 جنيه. سعداء وتشرفنا بيكم، واتمنى نكون اضفنا لكم شيء بسيط. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله.